كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم ميكو تشان. النهارده هنتكلم عن احد المشاكل التانية اللي بتواجهنا لما بنحمل الكاركتر بتاعتنا جوه برنامج فيتيوب ستوديو، ان فجأة التطبيق يقف والكاركتر مش عايزه تتحط، رغم ان انا اصلا فكيت ضغطها جوه الملف بتاع لايف 2 دي زي ما احنا اتعلمنا، بس فجأة بيقوم مخرجني من التطبيق. ايه الفكرة في ايه بالظبط؟ فالموضوع ما فيه ان يعني الكاركتر تقيلة، فخلينا نخوض المغامرة بتاعته وهو بيفشل معانا التحميل. اول حاجه انا حملت الكاركتر بتاعتي. حملناها منين؟ من السكنات اللي انا كنت بعتها لكم على التليجرام. خلاص ما عادش عندي مشكله في التليجرام، فهدخل على الملف بتاعي اللي انا حملته، هجيبه من التنزيلات بقى او شوف انت محمله من التليجرام، وهضغط عليه ضغطه مطوله واضغط عليه نقل. كل ده انا معرفش السكن ده شغال ولا مش شغال، انا رايح احطه في تطبيق فيتيوب ستوديو، فهضغط عليه نقل. هضغط على وحدة التخزين الداخلية. ضغطت على وحدة التخزين الداخلية، هدخل منها على اندرويد، بعدين داتا زي ما احنا متعودين، بعدها هندور على حاجة اسمها دينيتشي فيتيوب ستوديو، دينيتشي فيتيوب ستوديو، بعديها فايلز، كل ده قلنا قبل كده، بعديها لايف 2 دي موديل، بعديها ده الشخصيات اللي فيه. انا عايزه احط الشخصيه اللي معايا، هضغط بقى ايه؟ خلاص نقل كده. انا عايزه انقله جوه الملف اللي موجود ده، بس هنا مش كل حاجه، لازم اعمل فولدر جديد جوه الملف. وانا لسه واقف زي ما انا كده، هعمل من الثلاث نقاط مجلد جديد، اسمي بقى المجلد ده باسم الكاركتر بتاعتي ايا كان، وليكن هو مثلا، هو حسب اسم الشخصيه بتاعتي. هقف لحد هنا؟ لا، هنسخ او هعمل نقل للملف المضغوط بتاعي ده، هنسخه واحطه جوه الفولدر اللي انا لسه عامله دلوقتي. ما ينفعش تسيب الملف المضغوط بتاعك كده قاعد كده بره، ما ينفعش، لازم يبقى قاعد جوه فولدر باسم الشخصيه بتاعتك. ودي مشكله تانية تلاقي ناس كتيره ما عملتهاش وبتقول ما انا حطيت الشخصيه جوه لايف تو دو مندل. خطا، لازم يكون مفكوك ضغطها جوه فولدر، جوه فولدر، لازم جوه فولدر. لو حطيتها كده قاعده لوحدها مش هتشتغل، لازم جوه فولدر. فانا فكيت ضغطها جوه الفولدر اللي انا لسه عامله. حلو، اروح افتح الابليكيشن بقى. خلينا ماشيين معاه واحده واحده، احنا مش ورانا حاجه. نفتح الابليكيشن، ننتظره لما يحمل، نديله كل الاذونات اللي هو عايزها. لو انت بتفتحه لاول مره اديله كل الاذونات اللي هو عايزها، ما تسيبوش نفسه في حاجه. جميل، عملنا كده. طيب ادي القطه بتاعتنا، وليكن مثلا احنا بدأنا بيه. عايز اشوف الشخصيه اللي انا رفعتها دلوقتي، فهديله برضو اوكي. الحاجات اللي هو عايزها مني في الاول دي كلها اوكي. يلا لسه واحده، اوكي برضو مفيش مشكله. هنضغط بقى على علامه الكاركتر اللي موجوده فوق اللي هي الانسان، عشان خاطر نجيب شخصيه، اللي هي العلامه اللي لونها احمر من فوق اللي جنبيها علامه الشير دي، هنضغط عليها ونحاول نجيب الكاركتر اللي تحت. هو طبعا بيبقى بطيء وبيهنج، الموبايل بيبقى يعني شغال بالعافيه. هنمشي بالراحه كده وهنجيب السهم هنا عشان خاطر نجيب الكاركتر اللي احنا لسه محملينها. اسمها هوهو، هتلاقيها من غير ايقونه اهي، نو ايكون، هوهو. المفروض بقى اضغط عليها والسكرين يتحمل معايا. انا مسجله لكم فيديو بيه قبل كده، كنا عاملين بقى محتوى على قناتنا قبل كده، بس كان من التابلت، كانت شغاله على التابلت تمام. دلوقتي انا بشغلها من الموبايل، قال لي ايه؟ وورنينج، في تحذير، الشخصيه دي تقيله على الموبايل، مش قادر يشغلها، مش قادر يشغلها، فيها حاجات كتيره. عشان كده شغالها على التابلت، مش قادر تشغل الموبايل، الموبايل ضعيف. انا الموبايل بتاعتي رمته 2 بالعافيه. شوف، قام خارج وقام راميني بره. خلاص كده، يعني الكاركتر دي استسلم منها. للاسف استسلم منها. طب الحل؟ روح اعمل نفس الخطوات اللي قلناها تاني وحمل شخصيه اضعف شويه، هو ده الحل الوحيد. بنفس الخطوات مره تاني، وافضل جرب لحد ما تلاقي كاركتر تمشي معاك. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه، سايونارا.